خلاص حنا خلينا لكم المنافسه كلها، حنا ندخلوا للجزائر نعاودوا نخدموا، حنا شغل نطيحوا بصح ما نكسروش. السلام عليكم ومرحبا بكم اخواني اخواتي الكرام في حلقه جديده، وكنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نهضروا على موضوع ساخن بزاف. الاعلام الجزائري بعد الخساره المذله اللي لحقت بالفريق الوطني ديالها دارت حاله طوارئ اعلاميه، مره الحكم مره الفار ومره المؤامره الكونيه ومره العالم كامل كيتامروا علينا. النتيجه الفريق خسر، ولكن التهمه جاهزه ديما، الحكم هو السبب. غادي نتابعوا مع بعضياتنا الفيديوهات والتصريحات ونشوفوا واش فعلا كاين ظلم تحكيمي ولا غير شماعه كلاسيكيه كيعلقوا عليها الخساره ديالهم. ما تنساوش تخليوا الاراء ديالكم وربطوا الاحزمه، حيت التحليل اليوم بلا مجامله. حتى الامور كل الامور كتمدبره، كل الامور كتمدبره. هما يختاروا الحكم اللي يمشي، ما يختاروش الحكم النزيه، الحكم اللي يمشي لهم في الخطه. هذا الحكم مشى في الخطه، الحكم تاع تنزانيا مشى في الخطه، وهذا اللي دار اليوم كان في الفار مع تنزانيا ومشى في الخطه في الفار، واليوم مشى في الخطه داخل الملعب. واضحه الامور، واضحه وشوف مدبره وما فيها حتى كل شيء باين. كاين المؤامره، كل شيء باين. الفريق الجزائري كان زوين ولكن كل شيء بغاه يخسر. هذا العالم باسره. انا كي تكلمت على كاس افريقيا واش قلت لكم؟ حياه او موت اللي نقجع ما يقدروش يورغانيزيو لا كان ما يديوهاش، غادي الحال نخسروا بهذا المانيير. قلت لك بحال اللي حنا جالسين كنديو في كؤوس افريقيه متابعه ونعرف الشيطان اشري. انا نشك في هذه المقابله. حبيتوا تديوها انتوما، اديو لا كوب دافريك بالمواقف تاعكم المخزيه، تبقى وصمه عار في التاريخ. ما عطينا مواقف مخزيه، المهم راك كتعرفوهم ضروري غيبقاو يطبلوا غيطوا في شي قنات اخرين، راكم عارفين. ايوا نتلموا. هضرت على مصالحه وطنيه وتصالحوا بعدا مع بعضياتكم، عاد اجيو كريتيكيو فينا. رياضيه هضرتها حكيم، عندي الشجاعه بوتات في التاريخ. ايوا نتلموا. هضرت على مصالحه وطنيه رياضيه ماشي سياسيه، باش ما تمشيوش بعيد. السيد راه رياضيه، تمشيو بعيد، نمشيو ديو مسكين يغبروا ما فيه ما يغبر. نمشيو لاجواء المقابله. في البدايه كان حاضر زيدان جالس بهدوء، منظر عائلي وكاننا في عرس ماشي في ماتش كره القدم. وزيد عليه حتى ولدو كان في التيران اللي سميتو حتى هو زيدان، جا باش يجرب واش هو مزيان، ولكن غير السميه كانت ثقيله عليه شويه. منين تفرجنا في الماتش وشدينا التفاصيل بان لينا التجربه ديالو كانت قاصحه عليه شويه. حارس بتجربه قليله باسم اسطوري، ولكن النتيجه كانت كارثيه. وفي الهدف الاول ديال نيجيريا كنشوفوا الحارس زيدان واقف في جهه والشبكه في جهه، حتى حنا تحيرنا واش كيحمي المرمى ولا كيحمي الجمهور. تمركز صفر، ردة الفعل متاخره، والهدف دخل بسهوله. ومن بعد بدا البحث على الحكم ماشي حارس المرمى. وفي الهدف الثاني كنلاحظوا الهجوم النيجيري كيتجول في المناطق الفريق الجزائري وكانه في جوله سياحيه، لا مراقبه لا ضغط ولا حتى واحد قال لهم مرحبا. وكيقوم الحارس زيدان بالتزلج على الاعشاب وهو مستمتع وكيتفرج في الكره وهي كتدخل المرمى بكل هدوء، بحال اللي كيشوف هدف الاعاده بالعرض البطيء ماشي كيستقبلوا. المغرب نهضروا فينال والمغرب تدي لا كوب دافريك، باش ما نتفرعوش برك. والحمد لله انا نقول لك درك من هذا المنبر الحمد لله اللي ما رحناش اون دومي فينال. وبهذا المستوى الحمد لله ما وصلتوش للدومي فينال ولعبتوا مع المنتخب، كانت الفضيحه غتكون بقلاقل. انا فرحان من هذا الباب، ما نلعبوش معاهم، ما نلعبوش معاهم، خايبين بزاف. ما تجي نلعبوا كورونا قيه، ما تجيناش حنا باش نطرافيكيو ونشريو ونبيعوا في ضمائر. هما ما خسروش حيت عيانين، خسروا حيت حنا شرينا الحكام، شرينا التيران، شرينا العالم، شرينا الصحافه، وكاع هادي فلوس عندنا كنشريو بها. تبارك الله تبارك. الحمد لله خرجنا مع نيجيريا، لعبوا مليح كتر خيرهم، الاربيت لعنه الله عليه. نيجيريا كتر خيرهم قمطونا، والاربيط الله ياخذ فيه الحق. والله لين هذا والله هذه الخلاصه. وبعد ما سال الماتش تاجوا بعض اللاعبين كانوا غادي يصلحوا الاربيط، ولكن دخلوا لاعبين اخرين ومنعوا هذا الشيء باش يوقع. وهذه القضيه معروفه في البطوله الجزائريه، مجرد الحكم كيصفر بيلانتي او كيعطي حمراء من بعدها كيهرب، لانه كيعرف بانه غيتبعوا اللعابه وغيصلحوا. حنا كلنا كنعرفوا ان الاخطاء التحكيميه وارد في كره القدم، واخا الفار واخا كل شيء. ما عندناش القوه، لان في ظل الكولسه بين موتسيبي والقجع والجماعه اللي راهم معاهم ما نقدروش، ما عندناش بوا في الكاف. وكيقول لك انهم ما قدروش يغيروا الحكم لانهم ما عندهمش وزن في الكاف، وبطبيعه الحال ان ما عنده وزن لا في الكاف لا في حتى شي حاجه في الحياه. وتقدر تقول انهم عندهم ترهلات في الفكر ديالهم الاعلامي، لذلك ما نقدروش نغيروا الحكم، والحكم يدير فينا واش يحب ودار فينا واش يحب اليوم، لانه كان مسير، ما كانش
ما كانش مخير، ما كانش عنده الايمان قوي. الافضليه باش دير مقابله كبيره. هذا الشيء الاول. عموما وبعيد عن العاطفه ونظريه المؤامره، نقدروا نقولوا بكل وضوح الفريق النيجيري كان هو الاقوى والاكثر جاهزيه، هو اللي استحق يربح عن جداره. وفي المقابل الفريق الجزائري كان ضعيف فنيا تكتيكيا، دفاع مهزوم، حارس غير موفق، وغياب تام لروح المنافسه. ما نروحوش بعيد بزاف. مشاهدينا، الامن المغربي يعتقل المصورين ويمنع الصحفيين من مغادره ملعب مراكش. تضاف الى زعما بغى يقول تضاف الى هذاك البوال اللي كان كيشرشر في التيران. اعتقال ايضا. تفضل. يبدو بان هناك دوا دينونسي، هذه ما سكتوش عليها. هذو الجزائريين راهم ميسيون سي دي جورناليست. عيب وعار عليكم يا الحكومه. يا صا كمل قولها يا صا يا كمل قولها. يا الحكومه يا الحكومه المغربيه واش راكم ديروا على خلفيه استفزاز واش حكينا واش ياكلونا. نتوما اش فيكم ميت كلاصه؟ حنا رانا نتكلموا الرياضه حكيم، وما توشيناش الشعب المغربي، ما توشيناش المؤسسات نتاعو. حنا تكلمنا رياضيا. لا هو في الصراحه كتكلموا رياضيا دابا من قبيله وانتم رياضيا. مازالنا نتكلموا رياضيا. دوك انايا ولا حبيتوا ديو لا كوب دافريك ديوها رياضيا سيدي، والله غنصفقوا لكم. مي باش تعتقلوا لنا صحفيين هذا الشيء غير مقبول، هذا الشيء ناكسبتيبل. وواحد ما يخوف الجزائريين حكيم كي يكونوا حتى واحد ما يخوف القوه الضاربه في المنطقه. حداو راسكم يكونوا اليترونجي اون ميسيون، ما نخافوا غير مربي. فعلا الميسيون امبوسيبل، مستحيل كنتو توصلوا للنصف النهائي. فهمتني؟ دونك هذه الاستفزازات ولي بروفوكاسيون هادو تاعهم من اسباب الخساره ايضا هي اعتقال الصحفيين. سي با خلاص. حنا خلينا لكم المنافسه كلها وصافي، غير ربحوا كاس افريقيا، ما عندنا ما نديروا به. حنا ندخلوا الجزائر نعاودوا نخدموا. حنا شغل نطيحوا بصح ما نتكسروش. هذاك الشيء اللي كاين، السهم كيرجع للور باش كيطير لقدام. ولكن السؤال المطروح، شحال السهم غادي يجلس للور باش يزيد لقدام؟ ما تنساوش تعطيوني رايكم في التعليقات. ما تنساش دير لايك وتشارك في القناه باش يوصلك كل جديد.